السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة معانا تلفزيون جاك. هنحط الفيشة كده في الكهرباء. بسم الله الرحمن الرحيم. ولعت لمضة حمراء اهي. ندوس على الزرار هنا عشان تطفي اللمضة الحمراء ونشوفها يولع ولا لا. طفت اللمضة الحمراء وما فيش مفيش اضاءة ولا مفيش شغل بعد الدوسة دي، مفيش اي حاجة. اللمضة طفت معناها ان هو اشتغل، خد امر التشغيل بس ما اشتغلش. هنحله مع بعضنا ان شاء الله ونشوف. حلينا يا جماعة الجهاز اهو، بس في كمية تراب فظيعة مش هنشوف اي مكونات من البايظ او السليم، فهنضطر ندوه نفخة بالبلور كده وربنا يسهل. بسم الله الرحمن الرحيم. ننفخه ونرجع. نضفنا يا جماعة بالبراول كده، نفخنا الهواء. نبصوا كده على مكثفات منتفخة او اي حاجة محروقة، طبعا زي ما اتعلمنا في الفيديوهات السابقة. نبص على المكونات نشوفوها الاول قبل اي حاجة. نطلع الشاسيه ورا كده. اول حاجه بنخش عليه ونبص عليه دقيقه المكثفات بتاعت الخاص ب 110 يا جماعه، عشان هي بتغذي اللاين وتشغل اللاين وتشغل الضغط العالي، فالمكثفات شكلها سليمه. المكثف ده اهو ومالته هو المكثف ده، فكده شكله المكثفات سليمه ما فيهاش اي حاجه، وشاسيه جديد اول مره يتحل شكله. فكده هنعدل الجهاز الناحيه الثانيه ونبص على على الكهرباء، نشوف الكهرباء شغاله ولا لا، 110 طالعه ولا لا. شايفين البفه دي؟ البفه دي بتعمل ضعف في الكهرباء احيانا اهي، ضاقه. فهنقيس الكهرباء مع بعض ونشوف ان شاء الله فيها نعدل الجهاز الناحيه الثانيه. عدلنا الشاسيه من تحت يا جماعه عشان نقيس الفولتيه بتاعته، نحط الفيشه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. كده المفروض اللمبه ولعت. هندوس دوس على الزرار عشان عشان هو كده في الستاند باي هتلاقي الكهرباء 70. ده بتاعت ال 110 يا جماعه، 75 واربع فولتيات. ادي واحده اللي هي ال 75 بتاعت ال 110 دي اللي بتاعت اللاين، واللي بعديها دي اللي هي بتاعت الفيرتيكال اللي هي 24، بس ستاند باي جايه 16، واللي بعديها تقريبا بتاعت الاي سي الكبيره اللي هي 10 فولت اهي، تلقاها 7 ولا 8 اهو. واللي بعديها دي بتاعت الصوت، اللي بعديها بتاعت الصوت اهي دي 7 8 9. تمام. يبقى عندنا 4. ادي واحده 110، 2 24 بتاعت الفيرتيكال، 3 10 بتاعت الاي سي الكبيره دي، 4 بتاعت الصوت اللي هي برضو 12 فولت او 13 فولت، بس كله بيوضع ستاند باي. ال 110 طالعه 75. تمام. هندوس زرار من تحت وهنشوف ان شاء الله تبقى كام. المفروض ان كده دوسنا زرار ونولع كده نقيس. الكهرباء رجعت بقت 59 58 يا جماعه. كده اول حاجه هنعملها احنا اتفضل يا ابو امير. اول حاجه نعملها هنقيس ترانزستور اللاين يا جماعه. هنفصل الكهرباء ونحول الافوميتر على وضع الجرس كده. تمام. الجرس يعني ارضي، يعني اي حته ارض هنا اهو هتصفر معانا زي دي كده. بس مش ثابت دي الارض يعتبر اهو. دي فين ارضي
فيعني اي حته ارض هتصفر معانا زي كده. ده كله ارض، ده ارض، ده كله ارض. سمع الصفاره. فنشوف الاي سي مكانه فين ونقيس الرجل اللي في النص. لو صفرت معانا يبقى كده باور اللاين تالف. باور اللاين يبقى ايه تالف. الخارج بتاع باور اللاين نمشي. ده الدخل بتاعه، ده الدخل وده الخارج. نمشي كده معاه لغايه ما نشوف الرجل اللي في النص دي اهي. دي اللي في النص، ده اليمين والشمال يصفر. ده بيصفره، ده بيصفرش. كده معناها انه ايه، انه الاي سي سليمه. هنا يصفر وهنا يصفر وهنا لا. تمام كده. احنا هنشوف ايه حاجه غير ايه، غير الباور اللاين. احتمال يكون مكثفات، عشان ده اول مره يتحل يا جماعه. الشاسيه ده اهو، التلفزيون ده عامه اول مره يتحل. تمام. طيب هنعمل له كده يا جماعه. في مقاومه هنا اهو اهي. دي المقاومه جايه من بعد الديود ده. الديود اهو طالع هنا اهو على ايه، الديود طالع كده اهو على مكثف. طالع كده اهو على المقاومه دي. ده مكثف وده مقاومه. نفصل المقاومه دي عن الجزء ده كله ونشوف ال 110 تطلع 110 ولا لا. ان طلعت ال 110 يبقى العيب لسه قاعد عندنا في منطقه اللاين واللي حواليها. تمام. ما طلعتش بقى يبقى العيب تحت عندنا هنا اهو في الديودات الموحدات اللي بعد الشبر. هفصل المقاومه دي ونرجع مع بعض. فصلنا يا جماعه رجل المقاومه اهي، بقت من تحت اهي. هنشوف ال 110 تطلع 110 تنزل 59 زي ما كانوا من شويه. ونحط الفيشه مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حطينا الفيشه وايه، طبعا 75 هي على كده. كده هي ايه 75 اهي. هندوس دوسه من تحت تشوفها 110 ولا 59 ترجع لورا. هذه ايه 110 طلعت كده يا جماعه. يبقى كده احنا حصرنا العطل فين، في منطقه اللاين. الجزء اللي تحت الخاص بالشبر والموحدات والمكثفات اللي هنا ده كله سليم. يبقى عندنا دلوقتي العطل فين، ما زال قاعد بس قائم فين، في منطقه اللاين هنا اهو، في المنطقه بتاعت اللاين وباور اللاين اللي هي دي المنطقه دي. احتمال يكون لاين، واحتمال يكون ايه مكثفات، واحتمال يكون باور اللاين. هنشوف دلوقتي مع بعضينا كده. طب انا دلوقتي يا جماعه برضو ايه قبل ما اعمل اي حاجه برضو ولا اغير حاجه من ده قسناه لقيناه سليم. اللاين هنا هو شكله ايه سخن او حاجه، فهتاكد برضو ايه وابص بصه من الناحيه الثانيه على اللاين واشوف مع بعضينا كده. الحق كوب بص بيقول لك نشوف مع بعض كده ايه اللاين. ملاحظين اللاين يا جماعه؟ شايف الانتفاخ بتاع اللاين؟ اللاين زي ما يكون طالع له طلوع هنا اهو من السخونه. في كله كده على الجنب اهو ده حته ورمه اهي. عاوز له عمليه جراحيه، بس مش تنفع فيه العمليه الجراحيه دي. ده عايز ايه يغير اللاين بالمره. ماشي يا جماعه. اللاين ده تالف وبايظ اهو. الحته دي ورمه خالص من السخونيه. طبعا سخن الملف سخن جوه، فالملف بيكون سلك عباره عن سلك ومغطاي او يعني كده مغطاي بورنيش. فالورنيش ده هو ساح، فالسلك شبك مع بعضيه وعمل قفله جوه فسخن، وخلى البلاستيك ده هو بتاع اللاين من بره سخن. فكده هنطلع اللاين ده ونغيره لاين غيره ان شاء الله ونشوف مع بعض. هذه يا جماعه اللاين من تحت اهو. يا رب سهل. بصوا كده اللاين ده يا جماعه يمشي 10 عليه. هو طبعا بالتقريب كده هو مش 10 وانا عارف انه مش 10 من غير ما اشوف والله. بس بصوا كده
نفس التقريب. العشرة 10 بيكون 1 و2 و3 و5 هم بتوع الهوريزنتال، اللي بننقلوا الجاك منهم عشان الصورة توسع يمين وشمال. هوريزنتال يعني يفتح الصورة يمين وشمال. اما 1 2 3 4 الرابعة ده هو الدخل، 4 هو الدخل. وعندنا الارض دي لازم يكون في 7. العشرة عرضة 10 برضو 7. هنا عندنا ملغية رقم 3 ملغية و5 ملغية و6 ملغية. تمام. 7 دي طبعا اللي هو الارضي. و 1 2 3 4 5 6 7 و8 دي الشاشة. انت لو مشينا معاها كده يا جماعة نلاقوها مقاومة، والمقاومة رايحة على ايه؟ ده المقاومة ماشي كده. نعم. كده نورت شوي. مش كده معاها كده تلاقي المقاومة دي، المقاومة طالعة هنا، وهنا ماشي على رجل رقم 2 في الجاك اللي هو طالع على الشاشة بيزي الشاشة، ومكتوب عليه تلاقيه هيتر او مش مكتوب. تمام. ورقم 2 اللي هو 9 ده، 9 اللي هو خط ABL. لو مشينا وراه كده هنلاقوه ماشي على المقاومة، والمقاومة طالعة كده اهو ماشي هنا ماشي لغاية الIC الكبيرة، شرحنا عليه قبل كده فيديو. والأخيرة دي اللي هي 180 تلاقيها دايما 180 متصلة مع موحد ديوت اهو يا جماعة على طول. موحد ديوت ومكثف، موحد ديوت وماشي هنا على مكثف اهو، وطالع تاني برضه على بيز الشاشة هنا اهو. لو مشينا معاها كده اهو نلاقوها على بيز الشاشة 180 ده اهي. دي 180 طالعة على موحد، وبعد كده مكثف، بعد كده طالعة لفوق تاني اهو هنا طالعة كده اهو على اول رجل ده. فكده هنحل ان شاء الله اللاين ده مع بعضينا كده، وهنشوفه ان شاء الله خير. هنركبوا له 10 يعني، ونشوفوا دلوقتي الشاسيه بتاع 10 ونشوف الشاسيه ده برضه، ولا نشوفه دلوقتي ان شاء الله. اجيب لكم واحد دلوقتي نشوفه. جبنا الشاسيه يا جماعه اهو. لو اتبعنا اول خط بتاع الهوريزنتال اهو ده، و2 هوريزنتال، اثنين الدخل. بصوا كده يا جماعه، اول واحد هوريزنتال، هذا هنا اول واحد هوريزنتال اللي هو البنات اللي بننقل فيهم بكاش توسع الصوره يمين وشمال. 2 هنا هو اللي هو الخارج اللي رايح على الباور لاين اهو. 2 هنا الخارج الباور لاين. تمام هو 2 ده. 3 هنا فاضي، هو 3 هنا هوريزنتال اهو ده على هوريزنتال بتوع البنات دول. 4 اللي هو الدخل من الديوت اهو. الاربعه ده الدخل من الجاي من الديوت. تمام. هذا 4 1 2 3 4 ده الربع اهو الدخل بتاع الديوت على اول موحد اهو. 1 2 3 4 اللي هي دي جاي هنا على مقاومة، والمقاومة داخلة هنا على اول موحد على طول اللي هو ده. تمام. و5 فاضي، 5 و6 دول فاضيين عندنا هنا في الهوريزنتال. 5 و6 هذا 5 وهذا 6 على الهوريزنتال برضه. تمام. وده الشاشة، هي دي الشاشة اهي اللي تبعناها برضه هنلاقوها ماشية لغاية لو تبعناها كده هنلاقوها ماشي على تاني رجلها هي دي. واللي في النص دي ABL طبعا شفناها احنا من شوي، هنشوفه هنا اهو خط ABL طلع كده على مقاومة اهي. مقاومة هنا طالع رايح لغاية تسهيل كبيرة. وال180 هو هنا ال180 يبقى هو 10 ركب يا جماعة على طول. احل ان شاء الله دي وحل دي وركب دي مكان دي ان شاء الله. طلعنا يا جماعة اللاين اهو، وبنى عليه اثر الحريق من تحت اهو ده. هنطلع بعد كده الفوكس والسكرين والضغط العالي ونرجع مع بعض. اللاين اهو الفوكس والسكرين، وهذا باقي الاسلاك بتاعته طلعناه اهو. نحط له 1 10 او ايا كان رسمته من تحت هي اللي هتدل على على شغله. عندنا واحد اهو احتمال نركبوا له دي، بس في شوية قياسات كده هنقيسوها عليه عشان دي اصلا اللي جبته قاعد ان 400
وواحد 10 هو مكتوب 10 من فوق. بس دي البديل بتاعه 832 400. ده يعتبر التلاتة يركبوا على بعض يا جماعة. بصوا كده بي اس سي 25 تي 10 بي اس سي 25 ان 0832 بي اس سي 24 01 ان 414. ده كله يعتبر بدل يا جماعة. دي بديل دي، ده بديل دي. فانا هركب دي ان شاء الله خير. هذا نكون فحمت يا جماعة الفوكس السكرين اهو هنا فحمته. مفيش غير ان ادخل الضغط العالي في الشاشة وربنا يسهل. لازم افك. الجهاز طبعا نايم من بدري، فيعني بطال مفيش ضغط عالي فيه فاضي. انما لو كان ركبنا الجاك بتاعه نحط الفيش ان شاء الله ونسمي بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. اشتغل ان شاء الله وتمام زي الفل. اهو يا جماعه والله بس في الفوكس بتاعه مفتوح شويه. هنقفل على الفوكس بتاعه اللي هو اللي فوق ده اهو. هاي ونضلم الاضاءه شويه عشان الخطوط دي تروح. في خطوط عندكم شايفين الخطوط دي تقطع على السكرين من تحت الفوكس والسكرين نظبط منهم الخطوط تروح اهو. ان شاء الله خير. تمام ان شاء الله. ربنا يسهل ان شاء الله. وكده يا جماعه يكون الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.